سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديده ان شاء الله تعجبكم. راح نوري لكم هكا فيديو خفيفه ظريفه. طريقتي كيفاش نحتفظ بصلصه تاع الطماطم في المجمد لمده طويله، بلا اضافات بلا حتى حاجه. طريقه سهله بالبزاف. هنا عندي كيلو ورط تاع طوماطيش. اليوم حنخدم كميه قليله برك معاكم باش نوري لكم في الفيديو برك. هنا خديت حبات متوسطين، كاين الصغار كاين الكبار. نتوما الا لقيتو هذيك الطوماطيش الصغيره خدموا بها. بعد ما غسلتها ومسحتها راح نجي نحي لها هذوما اللي يجوا من الفوق كامل هكا بالموس، ونقطعها ونحطها في هذيك الكاسرونه. قلت لكم انا درت غير كميه قليله، وانتوما ديروا شحال تحبون. هكا يعني حنوجدهم هادو الرمضه ان شاء الله. شوفوا الحبه كي تكون صغيره نقسمها على 4، واللي تكون كبيره نقسمها على 6. نحطها بيها بالقشره تاعها بالزريعه، ما نقيها ما حتى حاجه. هكا كيما راكم تشوفون نقطعها كامل نحطها في كاسرونه، وراح نزيد لها شويه تاع الملح. هنا الملح ندير غير شويه باش ما غدوه من غدوه كي نجي نطيب كاش حاجه ما تجينيش الملوحيه بزاف. قلت لكم هذه هي طريقتي كيفاش نحتفظ بالطوماطيش، يعني بصلصه الطماطم. هاي ليك انا زدت لها شويه تاع ملح. دوك نحطها طيب على نار متوسطه، نغطي عليها ونخليها طيب حتى للاخر. ما تزيدوا لها حتى قطره تاع ما وحدها. هاد الطوماطيش وحدها راح تطلق الماء. وشنو مره هكا بقاو حركوها بالمغير فاتح طب. هاي ليك كي تشوفوها طابت كامل طفوا عليها وروحوا ارحوها. حاجه سهله. انا اليوم خدمت قيس كيلو ورط الطوماطيش، على بالنا باللي ماهيش رخيصه بزاف، يعني كل ما تكون عندي نخدم شويه ونخليه في كونجيلاتور. ما يجي يلحق رمضان كل نوجد كميه لا باس بها. هنا شوفوا بعد ما طابت كامل، اللي عندها بغا ميكسور تجي ترحيها بالبغا ميكسور وهي كاسرونه نورمال. انا تخسر لي البغا ميكسور ديالي، الوغ جيت رحيتها بهاد الميني اشواغ. هاي ليك رحيت على 2 خطرات، نرحيها مليح ونجي نحطها في الغيسيبيو تاعي. هاي اللي كنا نشوفوا هكا تحتفظوا بها في المجمد، ما يصالها والو لمده طويله. يعني كان تخلوها عام حتلقاوها على حالها، ما حيصالها حتى حاجه. شوفوا هنايا كيفاش تجي ثقيله هايله. هنا مازال ما صفيتها، دوك نصفيها كامل نحي لك الزريعه والقشره. شتوني كي طيبتها بالزريعه وبالقشره. تسمحوا لي. هنا دوكا عاودت رجعتها في كاسرونه، غسلت مليح هذاك الغيسيبيو ونجي نصفيها. هنا تحبوا ديروا كسكاس ولا ديروا اي حاجه، المهم اللي تصفي لكم. هنا دوك نمسح نكمل كامل واش كاين في الكاسرونه ونصفيها، يعني هذيك الزريعه والقشره يطلعوا من الفوق ولاصوص ديالي تحبط بالتحت. نتوما تحبوا تشرو 2 كيلو 3 كيلو ولا 4 كيلو تاع طوماطيش وتخدموا كميه كبيره كيما تحبوا، سورتو اللي عندها كونجيلاتور كبير. انا هنا خدمت غير كميه قليله باش ندير لكم الفيديو وتشوفوا. وشوفوا هنا كيفاش طلعت كامل هذيك الزريعه والقشره، وحبطت لي لاصوص. هاي ليك شوفوا القوام تاعها كيفاش جا. انا حنا نحتفظ بها في هاد لي قوبلي هامليك، هادوما لي قوبلي الصغار تاع القهوه، ونجي نعمرهم كامل بهذه الطريقه ونحطهم في الكونجيلاتور. كي نسحق ولا نطيب كاش حاجه، ندير بيتزا ولا ندير اي عفسه اللي نسحق فيها صلصه طماطم، نجبد وحده من هادوما. هاي ليك هذه هي حاجه سهله ما تاخذش الوقت يعني ما تاخذش كامل الوقت بزاف. تمتم توجدوها ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه، وانتم ثاني توجدوها لرمضان ان شاء الله نصوموه بالصحه والهنا. وهنا نكون لحقت لاخر الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش تخلوا لي جيم كومونتير او بارطاج.